كان عندي كيلو من اللحمة المفرومة، وبصراحة جه في بالي ان انا اعمل كفتة رز. وقلت ازاي هشوف هصورها بقى معاكم واعرفكم التركات اللي تخلي الكفتة ما تشربش الصوص وتبقى حلوة معاكي كده. طبعا كالعادة بعد ما خلصتها كلتها مع رز ابيض، كانت طعمها خطير ومظبوطة بالملي، ولا شربت الصوص ولا كان شكلها مش حلو. طب ما يلا هنعرف مكوناتنا ايه. اول حاجة يا ست الكل جبت الكبة وجبت بصلتين فرمتهم ناعم كده، ونزلت جوه الكبه ب5 فصوص من الثوم. اضربيهم مع بعض لغايه ما يبقوا ايه، مفرومين ناعم قوي. بعد ما بتفرميهم ناعم كده بتعملي ايه، بتجيبي بقى كيلو من اللحمه المفرومه وهي حبذا لو كانت جملي، واضربيهم برضو مع بعض لغايه ما يبقى قوام كده ناعم معاكي. كيلو اللحمه المفرومه خد 3 حبات او 3 ربطات كزبره وشبت وبقدونس مفرومين كده، واضربي كله مع بعض. راحه فين، رجعي تاني. وضربتهم كلهم مع بعض. انزلي بقى ببهاراتك، معلقه من السكر، معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من البهارات المشكله مشكله، ومعلقه صغيره من بيكنج باودر. تمام. ضربي لغايه ما يبقوا بالقوام الكريمي ده. نزلت عليهم بكيلو من الرز المطحون. انا كان عندي جاهز بصراحه، انت ممكن لو حابه مش عايزاه جاهز تجيبيه من تعمليه في البيت انت. شفتوا طريه وكمان فاتحه ازاي عشان ما كترتش الخضره مظبوطه جدا. هنبتدي نشكل بقى طبق فيه زيت ونعك ايدينا كده ونبتدي نشكل. اهم حاجه ان صابع الكفته ما يبقاش تخين، يبقى رفيع، علشان لما تيجي تسويه كده كده هينفش عشان فيه رز. فاعمليه رفيع كده وطويل عشان يبقى شكله حلو في التسويه زي الفل. عملت لي كميه حلوه ما شاء الله اللهم بارك. هاتي بقى طاسه فيها زيت غزير على نار متوسطه، وابتدي بقى يا ست الكل حمريهم. في المرحله دي كلنا عارفين ايه اللي بيحصل، بتتاخد وبتتخطف قبل الاكل. كان طعمها حلو جدا وريحتها جميله ما شاء الله اللهم بارك. تمام. بعدين خلصتها وعملت لي كميه حلوه، والباقي شلته في الفريزر. بصوا حلو قوي من جوه ازاي. هنا بقى نجيب الحله بتاعتنا ونحط معلقه من السمنه ومعلقه كبيره من الثوم لغايه ما الثوم يديني اللون الذهبي. هنزل عليه بلتر من عصير الطماطم، معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، وقلبي. وبعدين نزلت عليهم قبل ما تتسبك كده كوبايه من الميه، وسبتها بقى تتسبك كده ايه على نار هاديه. بعد ما اتسبكت هننزل فيها الكفته. بصي بقى حلو، غلوه التانية التالتة اقفلي عليها، تطلع معاكي زي الفل، ولا شربت صلصه ولا اي حاجه. جربيها بنفس الترتيب. بالهنا والشفا مقدما.